فبقول له انت جيت ازاي يا باشمهندس هنا؟ فحكى لي قصه ظريفه جدا. قال لي بص، انا شخصيا انا كمحمد عمار ما كنتش هبقى موجود في استراليا بغض النظر عن اللي بيحصل حوالينا، وان كان اللي بيحصل حوالينا ده هيخلي في ناس كتيره جدا 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 تفكر مليون مره في ان هي لازم دايما يكون عندك بدائل اخرى. واي نوت. في ناس كتيره جدا 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 من اصدقائي وقرايبي المقربين يعني قالوا لي ما تعملش، ما تظهرش، يعني خايفين عليا من الحسد. صديقي، لو بتحلم بالمكان الجميل ده ودلوقتي المخيلة بتاعتك بدأت بقى تخطط تقول يا سلام نفسي أكون في المكان ده. طب مستني إيه؟ يعني مستني إيه؟ قوم ذاكر، قوم فز ذاكر. طبعا يا جماعة من الحاجات الطريفة إن أنا اكتشفت، طبعا الناس اللي متابعانا باستمرار عارفة متلازمة قوم ذاكر يا حسن. فانا اكتشفت ان في حسن كتير فعلا في الحقيقه بيتابعني. ف من ارض استراليا بقول لك قوم ذاكر يا حسن، قوم فز ذاكر، اتكسف على دمك، خد الجرعه وقوم ذاكر، على امل ان شاء الله نلتقي السنه القادمه مع متابعينا الكرام كده، في يكون ربنا وفقكم كده وحققتوا احلامكم وتيجوا بقى المكان الحلو ده، عشان في وقت عصريه كده تبدأ يعني تستنشق الهواء الجميل ده. آه، انت مش احسن مننا في حاجة، بالعكس احنا ممكن نكون اقل منك. بس اللي بيفرق واحد عن التاني وهو الاستمرارية. وانا برضو في نقطة الاستمرارية ديت انا عايز اقول لك على حاجة جميلة جدا. اي اهداف في الحياة مش لازم كل عمرك ما هتكون مستمر في كل اهدافك. يعني ازاي الكلام ده هندسه؟ يعني انت لو عندك مثلا شغل وفي مشروع وفي عايز توصل لهدف معين، بس جيت في وسط الطريق هنكت، لان دي طبيعه النفس البشريه. عندك مثلا مذاكره بي تي اي، وبمناسبه مذاكره بي تي اي كالعاده باكد عشان لو في ناس لسه جديده اول مره تشوفنا، يعني ففي كورس البي تي اي اكاديميك لاستراليا، في بي تي اي كور كندا موجود في الوصف، وفي خصم ستيب. ما تنساش تستخدم كود ستيب علشان تقدر تاخد خصم محترم يعني من منصة كورسات دوت كوم. فالاستمرارية لا تعني ان انت عمرك ما هتبقى بطل في كل حاجة. يعني انت ممكن تبقى شاطر جدا في شغلك، مستمر في عملك، وتقدر ان انت تشتغل 12 13 ساعة ويعني حياتك كلها شغل، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك مش قادر تذاكر 10 دقايق بي تي اي اكاديميك. فهي دي النقطة. ولكن انت بتحدد بقى اهدافك. يعني خلينا نقول ان انت اهدافك دلوقتي ان انا بص، انا لازم اهاجر، فما ما عنديش اوبشن ان انا ما هاجرش. فخطوات الهجرة التنفيذية احنا حلمنا واتبسطنا وكل حاجة، بس خطوات الهجرة التنفيذية ماذا بعد الأحلام؟ لازم تبدأ تخطط. خلاص ايه المطلوب مني؟ كل واحد على حسب جهة التقييم بتاعته يبدأ يقول والله انا مطلوب مني ان انا وليكن اجيب، مش وليكن، هو لازم تجيب يعني البي تي طبعا الحد الادنى اللي هو تجيب 50 يعني، او معادل 50 بالدرجة الجديدة. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. يعني انا مطلوب مني مثلا اجيب 10 نقط او 20 نقطة، لانك انت بتقعد تذاكر لغايه لما ربنا يكرمك ويجي لك دعوه. عارف ان في ناس هترد عليا تقول لي هندسه انا جبت ال10 نقط وانا مقدم بقالي كذا شهر لسه بس ما جاش. خلاص هو ربنا مش رايت، ما هي برضه هو رزق ونصيب. انا عايز اقول لكم في موضوع الرزق والنصيب ده حاجه جميله جدا. قابلت يعني احد الناس الموجوده هنا، فهو بقى له 20 سنه. فانت عارف انا بحب دايما ان انا انقل لكم التجارب، يعني من الناس الجديده والناس القديمه وكده، بحيث ان شاء الله يعني ربنا يجعلنا سبب كده في ان احنا يعني نحاول ندل ولو حتى واحد على الطريق في ان هو يكمل في طريقه، او لو حد محبط ربنا يوفقه ويكمل ان شاء الله. فبقول له انت جيت ازاي يا باشمهندس هنا؟ فحكى لي قصه ظريفه جدا. قال لي بص، انا كنت ماشي في الشارع متخرج في 2006 و2004، وللصدفه العجيبه ان هو لقى اعلان مكتوب على فاكرين زمان الخطاطين بيكتبوا على الحوائط، والهجرة إلى استراليا، هاجر إلى استراليا، عقد عمل إلى مش عارف إيه، إلى بلد الأحلام، إلى طبعا يعني إحنا كلنا متفقين في الوقت ده
اصلا النت، انت لو حد قال لك ان انت ممكن تعمل حاجه، انت نصب كلمه النصب دي. طبعا انتوا عارفين همام في امستردام لما قال له وريني التاشيره كده يا همام، فطبعا يعني ايه الناس ده الديفولت. فقال له والله رحت قلت لوالدي، ووالدي قال لي يا ابني دول نصابين وبتاع. فقلت له معلش يا والدي تعالى معايا ان نشوف الراجل ده ونشوف القصه ايه. وراح فقال له انا عايز، كان لسه متخرج هو، قال له انا عايز قال له انا عايز اهاجر. فقال له انت يعني انت معاك عقد عمل يعني عشان تهاجر؟ فقال له لا، انا لسه متخرج يعني. فطبعا قال له لسه متخرج. فقال له لا، انت كده مش انت كده مش هتعرف تهاجر، انت لازم يكون معاك خبرة، ولازم تقييم وكل الاجراءات اللي انتوا عارفينها دي. قالوا الطريق الوحيد بالنسبه لك ايه دلوقتي؟ قال له الدراسه. فقال له هقدم لك. قال له، قلت له طب وانت يعني وثقت فيه دفعت فلوس؟ قال له والله هو طلب مني 5000 جنيه، لو كان معادل وقتها تقريبا كان الدولار ب 5 جنيه، وكان يعادل 1000 دولار. فانا قلت مش مشكله، مقارنه بالجامعه كان وقتها تقريبا 75000 جنيه او حاجه زي كده، اللي هي رسوم الجامعه يعني. فبعدين دفع الفلوس وقال له قدمت. ولما حتى لما جات لي التاشيره انا ما كنتش مصدق، نفس الفكره بتاعت همام في امستردام ان التاشيره مزوره. قال له لو عايز تروح تسال في السفاره راح يساله، والحمد لله ما شاء الله ربنا وفقه وجه على دراسه سنتين، وعلى حظه ايامه يعني. كانت انت لما تخلص الدراسه بتاخد ايه؟ PR. وربنا كرمه دلوقتي بالجنسيه، وبعد كده جاب اخوه بنفس الطريقه. يمكن اخوه اترفض في الاول، وبعد كده لفه طويله كده عن طريق انجلترا، وبعد كده من انجلترا. ايه فايده الكلام ده هندسه؟ فايده الكلام ده ان هو رزق ونصيب يا جماعه. اللي ربنا كاتبه لك انت هتشوفه، لكن انت هتشوفه لما تكون واخد بالاسباب، لما تكون مستني الفرصه، لما تكون بتحاول مره واتنين، ولما بتقع بتحاول تاني تقوم. يعني هي مش هتيجي الا كده. لكن انت هتحبط، هتقول ان انا مستواي وحش في اللغه الانجليزيه وانا محتاج 70 سنه عشان ابقى كويس. كل اللي انت شفتهم دول مذاكرين، بنيجي هنا كلنا بنبدا من الصفر في اللغه الانجليزيه، بس عشان اجيبها لك على بلاطه يعني. فاحنا بنذاكر علشان الامتحان، علشان ربنا يوفقنا ننجح في الامتحان، علشان ربنا يوفقنا نجيب نقط في الامتحان. فطبعا ممارسه اللغه حاجه، وان انت يعني استراتيجيات الامتحان وان انت تتدرب عليها ده يعني دي حاجة تانية خالص. فالشاهد من الموضوع ايه؟ ان احنا ما تستناش ان انت تبقى حد 100 في الانجليزي، لان ده مش هتحصل، لان انت عايش في دولة عربية. فمهما قعدت تذاكر طول اليوم وطلعت ان انت تمارس، مش هتعرف، مش هتوصل لحاجة. لكن الحل ايه اننا لا، انا ادخل بقى على الامتحان انا عندي 4000 سؤال، بص انا هعجنهم. طب وفي العجن ده اللي هيحصل؟ مستواك هيزيد غصب عنك هيزيد. ليه؟ لان انت طول النهار بتسمع في الريبيت سنتنس، بتسمع جمل مره واثنين وثلاثه وبتعيدها مره واثنين وثلاثه، لسانك هيفك غصب عنك. ما تقولش بقى لا انا بروح اشتري بقى اجيب بقى الكتب بتاعت كامبريدج ومش عارف اعمل ايه، واشوف الانستراكتور مين، واروح ابلكيشن كامبلي واكلم الاجانب عشان مستواي يزيد، ومش عارف هدخل بقى ايه BBC ليرنينج. حبيبي اعمل الكلام ده بس بعد ما تخلص. احنا دلوقتي عندنا هدف ان احنا نذاكر الBTE اكاديميك او الBTE كور لو انت رايح لكندا. فالهدف بتاعنا ايه دلوقتي؟ ان احنا نذاكر. طب نذاكر ايه؟ في استراتيجيات. طب الاستراتيجيات دي تجيبها منين؟ تجيبها زي ما تجيبها بقى. عايز تدخل في الكورس الموجود على ماسكورسات.com، ادخل وتابع مع الناس 6 شهور مفيش مشكله. عايز تدوس مع حالك وتشوف على اليوتيوب وتشوف بقى في المواقع وتشتت المصادر، برضه انت براحتك. في النهايه ما تروحش وتسحب تلاقي نفسك سحبت مثلا سنه سنتين. وطبعا كعادتنا احنا كبشر لما بنكون مرتبطين بهدف وقيس فجأة الهدف ده بيطول بننسى، ولما بننسى بنتناسى، وبنتفاجأ في يوم من الايام يا تصدق ان انا كان عندي هدف ان انا المفروض اسافر استراليا. لما امتى هتفتكر بقى؟ لما تلاقي مثلا واحد صاحبك كنت انتوا بدأتوا مع بعض الطريق وهو فجأة وصل. ايه ده؟ لا تيجي ترجع تلاقي الدنيا صعبت اكتر من الوقت اللي انت كنت مقرر تبدأ فيه. ازاي الكلام ده؟ يعني انا لو كنت زعلان ان هم بياخدوا على 80 نقطة في التخصص بتاعي بقى بياخدوا على 95 نقطة، وانا لو قفلت كل الاقسام وكل الامتحانات والناتج جبت 5 نقط وزوجتي وقيمت كل حاجة، بس انا بقيت بلس 40. اوبا ده انا ضاع مني 10 نقط. طب اعمل ايه؟ تبدا بقى تشوف حلول صعبه قوي ومكلفه قوي 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 قوي، وتقول يا ما انا كنت قاعد، ما انا كان ممكن اذاكر، كان ممكن اعمل. فانا جاي لك من المستقبل
وبقول لك علشان ما يحصلش الكلام ده، لو انت خلاص مقرر الهجره ومحدش هيقرر لك الموضوع ده، عشان ما تجيش تقول هاجر ولا ما هاجرش، تستاهل ولا ما تستاهلش، هو في ولا ما فيش، ده الناس هناك بتشتكي، ده في غلاء اسعار، ده في ما اعرفش ايه، ده ما فيش سيفنج، ده ما فيش، ايه. بص، هنقعد نتكلم كتير قوي. لازم تكون مقرر. انت جاي لي جاهز، اهلا وسهلا بيك. مش جاي لي جاهز، دي بقى دي قصتك، انت براحتك. وزي ما قلت لك لازم تكون مرن مع الحياه، لازم تكون عارف اللي هو متكيف. النهارده انا في بوزيشن معين في الشغل بتاعي، حصلت الظروف ان انا ببدا في مكان تاني من جديد من الصفر، ببدا زي الطفل بالظبط، بقعد اتعلم بيقولوا ايه، بيتكلموا ايه، بياكلوا فين، بيشربوا ايه، اقدم ازاي، اللوكال اكسبيرينس بتاعتي دي اعملها ازاي، لما الناس تتصل عليا ارد عليهم اقول لهم ايه. هتتعلم بالظبط، هتقعد لك وقت، ولكن مش زي ما انت طفل طبعا هتقعد 10 سنين علشان يعني، فهتقعد تتعلم. فطبعا ما تجيش يعني انت موجود عندي هنا، احنا علشان انا بحاول اظهر لك الجانب اللي يشجعك، اللي يحفزك وانا من الحاجات الجميله برضو من المتابعين، احد المشتركين في كورس البي تي اي، لما لاني غبت شويه كده على الفيديوهات، طبعا دخلت العيد وكده، فقال لي يا هندسه الفيديوهات فين؟ فالحاجات دي برضه انا بتشجعني انا شخصيا. شوف انا اهو انا موجود في استراليا، بس بتشجعني ان انا يعني اسيب عيالي وانزل اسجل لك في الشارع عشان احفزك تقوم تذاكر. فانت مستني ايه؟ المفروض ان احنا نعمل لك ايه عشان تقوم تذاكر؟ كفايه بقى انا حد هيكتب لي في تعليقات دلوقتي ايه يا هندسه هتقعد تذلنا بقى؟ ايوه، ما دام انت موجود عندي فانا موجود عشانك. خلاص الموضوع ده منتهي يا جماعه. انا لا لا عندي اغراض، عندي اهداف مثلا بزنسيه من هذه القناه ولا اي حاجه. بفضل الله احنا شغالين والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل خالص. فخلاص انا ما عنديش اي مبررات ان انا اقول لك ان انا، غير ان انا بحب طبعا ان انا اتكلم معاكم وان انا انقل لكم ولو حاجه بسيطه. خلي بالك الحاجات اللي انا بنقلها لكم ديت ده جزء بسيط من الحاجات الكويسه اللي موجوده هنا، وبرضه في سلبيات موجوده عشان احنا في الدنيا، وزي ما بنقول كالعاده احنا في الدنيا، فالدنيا ديت مش هتديك على هواك، تاخد حاجه تديك حاجه. لكن احنا في العصر دلوقتي الدنيا بقت قريبه قوي، تقدر تكلم الناس وبتقدر تتبسط. يعني في حاجات كتير انت تقدر تعملها، لازم تتكيف، لازم تكون مرن، والا هتتعب. يعني انت مش هتستفاد حاجه لما تيجي وتعكنن على نفسك. انا طبعا بفترض يعني ان انت ان شاء الله باذن الله يعني ربنا كرمك كده وجالك تقييم وانفيتيشن وبعد كده دعوه وبعد كده جيت، وكمحطة زي أي محطة لازم هتتعب في الأول، وهتلاقي ربنا ميسرها لك في أجزاء، وفي أجزاء تانية محتاجة منك يعني معافرة شوية، علشان أنت كده كده هتعافر. يعني هو أنت يعني قاعد في بلدك مش بتعافر؟ أكيد بتعافر. كل واحد اللي شغال واللي عايز يطور من نفسه واللي عايز يحسن من دخله واللي عايز يسافر دولة وعايز راتبه أعلى واللي عايز يبقى، والجونيور عايز يبقى سينيور والسينيور عايز يبقى بروجكت انجينير وبروجكت مانجر وبروجكت مانجر عايز يبقى سي او وهكذا. فانت كده كده بتعافر، انت كده كده متكحرت. فاحنا ما بنتكلمش، بس يعني الكحرته في الهدوء النفسي ده بتفرق جدا يا جماعه، بتفرق. يعني في ناس كتيره جدا 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 من اصدقائي وقرايبي المقربين يعني قالوا لي ما تعملش، ما تظهرش، يعني خايفين عليا من الحسد، خايفين عليا من يعني الناس بتشوف الحاجه فيقول لك بقى انت قاعد بقى. لا، ما احنا برضو متكحرت، عندنا برضو تحدياتنا، بس كل واحد تحديات عن تحديات بتفرق. بس لو تخيل كده لو انا سمعت الكلام وقلت انا مش هعمل الفيديوهات دي ولا هظهر وكل واحد مع نفسه، طب ما انا كده ما بحبش الخير ليك. يمكن في ناس ما بتقدرش تتكلم قدام الكاميرا، في ناس ما بتعرفش تتكلم اصلا، تعرض المشكله او تعرض النفع للناس، اوكي. بس لو كل واحد عمل كده، انا شخصيا انا كمحمد عمار ما كنتش هبقى موجود في استراليا. لان انا لما قررت استراليا تاني بعد ما كنت دخلت فيها وبعدين سبتها، قعدت 3 4 سنين كده وكبرت دماغي، وبعد كده سبحان الله قدرا اتفتح الموضوع ورجعت. لما رجعت بحثت على اليوتيوب لقيت في قنوات يوتيوب ظهرت جديده جدا وبقت المعلومه اوفر. فانا الشخص ده لو كان هيفكر بنفس التفكير ومش ناقصه وجع دماغ، يا عم خلينا مستورين وخلينا عايشين. لو كل الناس امتنعت، لا انا امتنع، انا مش همتنع عن الخير ومش همتنع لو عندي فرصه ان انا اساهم ولو بجزء بسيط
في ان انا افيد الناس، مش هتاخر في الكلام ده. طبعا بيجي لنا احباط، جدا طبعا بيجي لنا احباط، بيجي لنا فترات طبعا. الانسان عنده تحديات وعنده مسؤولياته، ممكن اقصر شويه، ممكن اتاخر شويه، بس في النهايه انا حريص جدا ان انت تكون احسن من امبارح، وان انت تكون كويس. وعلى فكره مش شرط الاستراليا بس، انا بتكلم يعني سبحان الله. من العجائب والغرائب ان انا يعني يعني زي ما انتم عارفين انا فاوندر لمنصه كورسات دوت كوم، وكو فاوندر في شركات هندسيه، وفضل الله سي او بتاع المنصه. ويعني في حاجات كتير وبندرس بيزنس في جامعه نيوكاسل. في حاجات كتير انا ممكن افيدك فيها في البيزنس، بس يعني في الشغل عامه، وازاي والكلام ده. بس انا يعني شايف ان القناه دلوقتي ايه، خلينا زي ما بنقول كده، خلينا نحلبها لاستراليا، علشان بعد كده لما نتحرك نروح لحته تانية، يبقى الناس اللي قررت تيجي استراليا تبقى هي مقرره وعارفه، وتلاقي فيديوهات كتير فتتحمس فتذاكر، فيبقى انا كده ايه، وصلت الرساله اللي انا محتاجها. لما اتنقل بقى لحته تانية، والجماهير اللي بيتابعونا اكيد حياتهم مش كلها هجره، لان في ناس خلاص خلصت، جات لها انفيتيشن وسافرت. يعني في الناس دي موجوده على القناه، فممكن يبقوا عايزين يستفادوا مثلا ازاي تفتح بيزنس في استراليا، ازاي تشتغل، ونحاول ان احنا نقدم برضو تجارب، سواء تجارب شخصيه او تجارب للناس، ازاي تشتغل، وازاي يعني الشغل عامة. ولو انت عندك شركة ستارت اب، يعني حاجات كتير بقى. انا زي ما قلت لكم انا بحب ان انا اي حاجة عندي اطلعها، بغض النظر بقى مين هيستفاد مين مش هيستفاد. انا شخصيا ممكن ارجع لها في يوم من الايام واستفاد منها، لان ساعات ممكن اقول معلومة او انا بحثت في حاجة ولفت بينا الايام وانا نسيتها، فطبيعي جدا ان انا ارجع لها. بس يا صديقي الكلام بيبقى مكرر، وممكن واحد يجي يقول لك انت عمال تعيد وتزيد تعيد وتزيد، بس يعني اوكي، يعني كل واحد از لايك. اللي موجود في القناه ومبسوط وعايز يكمل معانا ويتشجع ويتحفز، اهلا وسهلا بيه. اللي مش عايز دي حريه، بس طبعا اللي هيتجاوز في التعليقات هياخد بلوك. يعني بسيطه جدا يعني الموضوع. الموضوع بسيط يعني. بس فربنا يوفقكم يا شباب. وانا عارف، والله العظيم انا عارف ان الفتره اللي احنا فيها ديت فتره محبطه من كل الاتجاهات للناس اللي هي الاوف شور دي اللي هي معناها خارج استراليا، محبطه جدا عشان اللي بيحصل في الشرق الاوسط بشكل عام. فالناس يعني عامله زي كده بعد كورونا، لما كلنا قلنا هو العالم هينتهي ولا ايه. فمش قدامك غير انك تذاكر وانك تكمل الطريق، بغض النظر عن اللي بيحصل حوالينا. وان كان اللي بيحصل حوالينا ده هيخلي في ناس كتيره جدا 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 تفكر مليون مره في ان هي لازم دايما يكون عندك بدائل اخرى. واي نوت ان انت تروح تغير حياتك للافضل او للاسوأ. دي حاجه بتاعت ربنا، ان شاء الله تكون دايما للافضل. لكن انت دايما مطلوب ومامور بالسعي، مامور يعني ان انت تتحرك من مكانك، علشان ما تجيش في يوم من الايام يكون سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه الفرص بتقل. كل ما بتبدا بدري كل ما بتنجز، وربنا بيكرمك، لانك انت ممكن تبقى ماشي في طريق وربنا يحولك لطريق تاني يكون افضل من الطريق اللي انت ماشي فيه. وتذكر دايما انت مش متاخر، انت متاخر لو قررت النهارده انك تبدا السنه الجايه، لكن لو بدات النهارده انت مش متاخر، بالعكس مفيش حاجه اسمها توليت، انت اللي بتحددها. ربنا يوفقكم، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه ده؟ انا تصدق انا ما جبتش نفسي لغايه دلوقتي، مع اني يعني ما كنتش عايز اجيب نفسي، بس قوم ذاكر يا حسن، قوم يا حبيبي، قوم ذاكر، قوم ذاكر 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 ذاكر. خلصنا الفيديو. طبعا انا عارف الناس اللي هي بتوصل للنهايات ديت بتبقى ناس زي العسل، انا بشكرها من كل قلبي. ولازم تعملوا تعليقات عشان الفيديوهات بقى تنتشر، واللايك والحاجات الجميله دي. فربنا يوفقكم، قوموا ذاكروا يا جماعه.